السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم خديجه، كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد. المهم اليوم راه النهار الحد، ما كاين حد. المهم اليوم نهار الحد. غادي يجيو عندي دارنا مي وبا، وغتجي معاهم حتى خالتي. راكم عارفين كانوا مسافرين شحال هادي ما جاو عندي للدار. واليوم ان شاء الله قلت لهم يدوزوا يتغداو معنا هكا، ندير واحد الغديوه ونتجمعوا عليها. المهم غنشارك معكم هذا الصباح هذا كيفاش غادي ندوزو ان شاء الله. بالنسبه للغدا قلت غندير هكا شلاضه، راني سلقت ليها هكا الرز صفيتو، ودرت خيزو، درت البطاطا حتى هي سلقتها. هكا الخص غير غسلته في الماء مع شويه الخل وصفيته ونشفته شويه. هنايا الباربه درتها هكا في الكوكوط، سديت عليها باش دغيا طيب ليا، راكم عارفين هي كتبغي شويه الوقت. صافي غادي ندير اللحم. بالنسبه للحم غادي نشارك معكم فيديو ليله قبل شنو التوابل يعني اللي درت ليه. وهنا يلا عاد خرجتهم من الثلاجه. المهم غنوري لكم دابا الفيديو من ورا هذا. المهم هنايا بالنسبه للحم عندي 2 كيلو ديال اللحم. غادي نحتاج له في العطريه، انا كندير عيني ميزاني. المهم غادي نحتاجو السكينجبير، خرقوم بلدي، البزار ما تنكثروش لان ما كنبغيش تجي هكا المرقه حاره بزاف، والملحه كندير على حسب الذوق باش الا خصاتني يعني حتى الاخير ونضيفها ونزيد يعني شويه. وعندي راس معلقه ديال القرفه مدقوقه، الا مبغيتوش ديروا قرفه مدقوقه ديروا يعني القرفه عواد. غنحتاجو الزعفران الحر، زعفران شعره. انا ضفت شويه في كاس ديال الماء هكا باش نرقد فيه هاد اللحيمه هادي. الا ما متوفرش ديروا غير ضمه البنه ديال الزعفران حتى هي كتجي مزيانه. غادي نحتاج واحد 2 دروسه ديال الثومه محكوكين، اللي ما متوفرش عندي حتى الصباح ان شاء الله نجيبها ونديرها حتى هي. كنت باغا صراحه نديرها باش هكا تشربها ليا ديك اللحيمه هكا مع العطريه. وغادي نحتاجو نص معلقه ديال التحميره اللي حتى هي ما عنديش، قولي انت ما عندك والو مصدعانه. المهم حتى الصباح ان شاء الله، وغادي عاد باش غادي نعاود نديرها. صافي غادي نرقد هكا اللحيمه وغادي نغطيها ونديرها في الثلاجه حتى الصباح. ماشي ضروري انكم ترقدوا اللحم ليله قبل، الا ما كانش عندكم حتى الصباح تجيبوا اللحم ديالكم وديروا ليه العطريه ديالو، وتخليه غير واحد نص ساعه ولا ساعات المكانه على ما تقردوا البصله وداكشي. صافي وطيبوه. صافي هنايا جبت هكا الثومه لانه كنت باغا نديرها في اللحم وما كانتش عندي، يلا عاد جبتها هي والتحميره. كنبغي ندير فيه واحد نص معلقه ديال التحميره باش هكا كتجي ديك المريقه فيها واحد اللون بحال المارو، كتجي زوينه. المهم انا كتعجبني ندير فيه غير شويه ديال التحميره هكا وثلاثه ديال البصيلات. صافي دابا غادي نصب هكا المريقه ديالي، حيت شلاضه صافي يعني كملت ليها كلشي داكشي اللي خاصها. غادي نصب المريقه ديالي وهانتوما معايا يعني اللي درتها في الصباح هذا ان شاء الله غادي نشاركها معكم وصافي. المهم البنات هنايا درت اللحيمه فوق من البوطه هكا حتى تشحرات مزيان هذيك البصيله مع اللحم وطلقات الماء ديالها. ورحنا درنا كاس ديال الماء مع الزعفران يعني فاش رقدنا اللحم. دابا غادي نضيف هكا غير واحد كاس ديال الماء ما دافي ما سخون يعني بين وبين. غادي نضيفوا على هاد اللحيمه هذه وغادي نسد عليها وحتى تصفر، عاد باش غادي نقص عليها على نار مهيله نخليها طيب على خاطرها باش هكا تبقى ليا يعني المريقه في الكوكوط، ونتفادى اني نزيد الماء في الاخير. صافي هنايا البرقوق حتى هو درت له الماء هكا ودرت له شويه د الملحه وشويه تاع القرفه هكا باش يتسلق فيها. ومن بعد ملي غادي يتسلق مزيان غادي نعسلو بواحد معلقه ديال السكر سنيده، ولا على حسب كل واحد والذوق ديالو يعني اللي كيبغي يجي معسل بزاف يضيف ليه يعني السكر بزاف. المهم انا غندير تقريبا معلقه ونص حتى 2 المعالق كبارين. وهنايا درت البيض حتى هو باش يتسلق حتى هو. صافي دابا غادي نمشي نوجد واحد كيكه.
بالنسبه للكيكه البنات غادي نخدم ونشارك معكم المقادير، يعني ما غاديش نحطهم في كل حاجه في طبيصله ونوريكم، حيت ما غاديش يكفيني الوقت. المهم غادي نخدم ونقول لكم. المهم غادي نحتاج 2 بيضات، واحد ساشي ديال الفاني، وكاس ديال السنيده. نقربهم مزيان. غتشوفوني كندرك حيت ما عطلانيش، عرفتي عودت باش غادي نفيق بكري اليوم ما قدرتش نفيق. عرفتي كيصوني التليفون وكنطفيه كنعاود نرجع نقول غنتكاو واحد 5 دقائق ونوض. راكم عارفين نهار الحد الانسان كيبغي شويه يصبح ناعس. ايوا واختكم اليوم غدرها النعاس، كنفيق ونقول لها غنرجع 5 دقائق حتى وليت في ساعه المكانه، ولكن ماشي مشكل باقي الحال. غادي نقدر نسالي هاد الشيء قبل ما يجيو ان شاء الله. غادي ندير كاس ديال السنيده، هو مرض ما يبان لك شي حاجه، ولكن غادي ندير شي حاجه. كاس ديال السنيده، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، غندير 6 المعالق ديال الدقيق، 3 4 5 6 وواحد 2 خمارات. نزيد واحد القبصه تاع الملحه، ونضيفها دابا. نسيتها كان خاصني نديرها في الاول. المهم غادي نديرها دابا. هنايا المولى البنات راني صافي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق مزيان. غادي نمشي نقي هاد التفيفيحات حيت غادي نديرهم في وسط هاد الخليط ديال الكيك. المهم هنايا هي التفاح، هو التفاح نقيته، درت غير 2 تفاحات، ما بقيتش درت 3، يعني 2 كافيين. صافي غادي نضيفهم. عرفتي الكيكه هذه كتجي زوينه، ولكن اليوم صراحه مع الزربه ما عرفتش كي غتجي. كيجي هكا التفاح وسط من الكيك، عرفتي كيجي زوين، كيجي داير. المهم راه هي كتجي في السمك ديالها غير كيوقع، ما كتجيش يعني غليظه بزاف. انا راني سخنت الفران على 180 درجه، غادي نديرها تقريبا 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. المهم كل واحد على حسب الفرن اللي عنده. غندير ليها من الفوق شويه ديال السنيده باش هكا تجي معسله من الفوق. ماشي معاك ماما. ويجيب هذاك اللون يعني ذهبي زوين. صافي غادي ندخلها الفرن دابا ونتلاقى معكم من بعد. المهم هنايا درت كنوجد في الخضره هكا الشلاضه، خديت مقيله درت فيها زيت الزيتون اولا زيت العود، درت شويه البصله، شويه الملحه، شويه تاع الابزار، شويه تاع الربيع، وغادي نصوتي هاد الخضيره هادي واحد شويه. البطاطا والجزر اولا خيزو الباربه كلهم غندير لهم يعني نفس الطريقه. ما بغيتش نديرها صراحه بالمايونيز، وهذا قلت دابا بارد الحال، فاللهم بهذه الطريقه يعني قدرت تكال يعني بارده السلطه، تكال يعني بارده وتكال حتى سخونه كتجي مزيانه.
صافي هنايا غادي نصوتي هاد الخضيره ديالي واحد شويه. غادي نوريكم المريقه لانه كنت صافي حليت عليها وحيت ليها هكا صفاره وخليتها غير كتشرب باش ديك المريقه هكا تختار واحد شويه. كيف ما كيبان لكم هيا يعني كيفاش جات المريقه ديالها يعني شاربه وخاطره. صافي هادشي اللي كاين. صافي هنايا كانوا جاو دارنا شويه بكري وجات اختي هكا كتعاونني. كنت مازال كنوجد انا في الخضيره مازال كنصوتي فيها. صافي جات هي كتوجدها ليا هكا كتقادها. بالنسبه للروز درت فيه الطون مايس فروماج محكوك شويه تاع الملحه شويه تاع الابزار وزيت العود اولا زيت الزيتون. صافي درتهم هكا فواحد الزلافه صغيره باش شكلات يعني هاد الشكيل هكا. وصافي كتحط هكا في الخضيره. انا باقا كنت ساليت هكا الخضره صافي صوتيتها كامله. كنقطع لها هكا في الخيار كنوجدوا لها حتى هو درناه وكنقاد ليها هكا في البيض على واحد الشكل هكا على شكل نجمه باش هكا نزوق به الوسط ديك البلاصه اللي بقات خاويه. وكنزوقوا شليضه هكا بزويتنات كحلين. المهم درنا شلاضه تاع الجرده وما لا يعرفها راه كلشي كيعرفها. درنا هكا في طباصل تاع الطوس هما اللي عندي وهما اللي كيبردوا ليا القلب كيعجبوني هكا في الحطه هكا ديال هكا شلاضه والدجاج محمر وداكشي كيعجبوني. طباصل ديال الطوس شكون البنات اللي باقيين عندهم هاد الطباصل ديال الطوس كيحطوا فيهم. المهم هنايا صافي كنا معاونين كل وحده شنو تدير. هنايا كنجمع صافي في الكوزينه كنغسل الميانات وداكشي كنقص عليا. المهم صراحه جات فوقي تعاوناتني والله. هادشي اللي كاين. صافي هنايا بقيت كنقول لها ديري فحال ما هكا. هي كتقول لي لا غندير هك راه انا اللي كبر منك ماشي نتي اللي تزاديتي البارحه غتوريني. صافي خليتها دارت ما بغات ومشيت انايا مضربه مع البيض كنقطع فيه على واحد الشكل. وهي تقول لي لا راه غادي خاصو القطاعه ديالو. كنقول لها لا راه كنعرف نقطعو فحال ما هكا. قالت لي ما تعرفيش تخسريه. في التالي ملي قطعته جات مزيان بديت كنعيق عليها وما رضاتش. شكون عرفتي ديما فاش كنتلاقاو انا وياها كنبقاو غير نتناقروا شكون اللي حتى هي واختها ما ديما نقر ولكن ماشي نقر يعني بشي حاجه خايبه غير هي حين تكبر مني. فدائما كتكون ديك القضيه ديال انا كبر منك يعني كنعرف احسن منك. وفعلا راه كيقولك لي فاتك بليله فاتك بحيله وانا كنتقبل كاع داكشي اللي كتقولوا ليا. صافي هنايا خرجنا الكيكه من الفران وبردات وكتقطعها فحال ما هكا. جات صراحه زوينه واخا عيفتها وقلت ما تصدقش ولكن جات مزيانه. صافي هنايا حطيت بريريت ديال اتاي حطينا الكيكه وشويه تاع اللوز والكركاع وهذه الزميطه. المهم جابتها لي الام ديالي من البلاد وحطينا هكا. المهم داكشي اللي كان عندي في الدار حطيته. الكيكه هي كيفاش جات كنوريها لكم. صافي جلسنا باش غادي نشربوا واحد كاس داتاي ونرتاحوا شويه عاد باش غادي نوضوا باش غادي نحطوا الغدا. صافي هنايا الشلاضه جا الشكل ديالها فحال ما هكا زعما راها زوقات وحلقات عليها بالزيتون صافي والدسر حتى هوايا. والمريقه غادي نحطها دابا تشوفوا الشكل ديالها حتى هو كيفاش جا. وهي المريقه هنايا خديت البرقوق زوقته هكا من الفوق بشويه تاع الزنجلان والبيض حتى هو قطعته هكا وحطيته. صراحه جات بنينه المرقه وجات المرقه ديالها يعني خاطره وداك اللحم يعني طيب مزيان. صافي هادشي اللي كاين. هذا هو الصباح ديالنا ديال اليوم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تخليو ليه لايك. وغنقول لكم تهلاو في راسكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الله يعاونكم.